وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخنا العزيز، جزاكم الله خيرا. الكلمة الآن لفضيلة الشيخ سيدي الطاهر التجاني، رئيس المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة ورئيس المجلس العلمي المحلي كذلك ببلاد بروكسل ببلجيكا. يتفضل سيادته مشكورا. وشيخنا الطاهر التجاني هو غني عن كل تعريف، جزاه الله خيرا وبارك الله فيه، ونشكر له يعني العناء الذي يعني تجشم، عناء التنقل خاصة في هذا الصباح. وبطبيعة الحال ما اتصلنا به إلا ولبى طلبنا في خدمة الإسلام والمسلمين، جزاه الله خيرا. يتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابي الأذباب، أحيي هذه الوجوه الطيبة بتحية أهل الجنة، وتحية أهل الجنة سلام، تحيتهم فيها سلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأسعد الله صباحكم بكل خير، وطبتم وطال ممشاكم وطال مقامكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وبعد، فيسرني غاية السرور وأتمه، ويسعدني ويشرفني أن أكون من بين الحاضرين في هذا الملتقى العلمي الكبير، لأستفيد أولا من محاضراتكم وعروضكم ومداخلاتكم ودعواتكم، ولأعبر لكم ثانيا عن سعادتي وغبطتي في وجودي معكم. هذا وإن اللسان لا يعجز عن التعبير عما يجده الإنسان في مكنون صدره من مشاعر الرفقة والسرور، وهو يلتقي بهذه النخبة الطيبة من السادة الأئمة الفضلاء والسادة العلماء النجباء والسادة القائمين والمشرفين على المساجد والجمعيات الإسلامية والسيدات المرشدات الفضليات. فهذا والله من فضل الله علينا في هذا اليوم الأغر. الحمد لله الذي آوانا وكفانا وعلمنا وهدانا وألف بين قلوبنا، ونسأله سبحانه وتعالى المزيد من فضله وجوده وكرمه وإحسانه. وأحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا على أن جمعني اليوم بكم وحشرني في زمرتكم وأسعدني برؤيتكم وأكرمني بصحبتكم وجعل في أمتنا أمثالكم. وللإخوة الساهرين على تنظيم هذه الندوة المباركة جزيل الشكر والامتنان وخالص التقدير والعرفان. فأشكر شكرا خالصا كل من ساهم وشارك في تنظيم هذا الملتقى العلمي الرفيع إعدادا وإمدادا وتوجيها وإرشادا. أشكر كل واحد باسمه وجميل واسمه، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله كما ورد في الحديث الصحيح. وأخص بالشكر والثناء والتقدير والتبجيل فضيلة الأستاذ الجليل المهندس محمد شوكة عودة، نشكره شكرا جزيلا على تلبية الدعوة وتكرمه بالحضور معنا في تأطير هذه الندوة. والشكر موصول لرئيس الجامعة الإسلامية الدكتور أحمد كندوز، حيث أتاح لنا هذه الفرصة لكي نلتقي في رحاب هذه المؤسسة العلمية المشرقة، فجزاه الله خيرا. ونزولا عند رغبة الإخوة المنظمين، أتواصل معكم في هذه الدقائق الغالية والفرصة النادرة بكلمة موجزة تحوم حول موضوع الندوة ولا تدخل في صلبه، تاركا المعالجة والتحليل لضيفنا الكبير المهندس الدكتور محمد عودة حفظه الله. فأقول وبالله التوفيق وبه أستعين. في البداية لا بد من التأكيد والتذكير، أو لا بد من التذكير والتأكيد بأن دين الإسلام دين التوحيد، يدعو المسلمين إلى الوحدة والاتحاد، وينهاهم عن الفرقة والاختلاف، وخاصة فيما يتعلق بإقامة الشعائر التعبدية، وأنه ما شرعت صلاة الجماعة في المساجد 5 مرات في كل يوم وليلة، وصلاة الجمعة مرة في كل أسبوع، وصلاة العيدين مرتين في العام، وصيام شهر رمضان مرة في كل عام، إلا من أجل الحفاظ على وحدة المسلمين وتقوية الروابط الأخوية بينهم وإظهارهم بمظهر جميل في حال كونهم موحدين وموحدين.
ثم يأتي مؤتمر الحج السنوي الذي يجمع المسلمين من جميع أنحاء العالم على صعيد عرفات في مشهد عظيم تتجلى فيه الوحدة بين المسلمين في أسمى صورها وأبهى حللها وأجمل معانيها. وحدة شاملة كاملة، وحدة في الزمان والمكان، ووحدة في القول والعمل، ووحدة في اللباس والمظهر، ووحدة في الشعائر والتلبية والذكر والدعاء. ومن هنا كانت الوحدة بين المسلمين فريضة شرعية يفرضها دين الإسلام. نقرأ من سورة الأنبياء قول الله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وفي الحديث الصحيح المشهور المروي في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولأهمية الوحدة بين المؤمنين عبر القرآن الكريم عن الوحدة بالإيمان وعن الفرقة بالكفر، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، يردوكم بعد وحدتكم متفرقين، كما يعلم ذلك من سياق الآية وسبب نزولها. والحقيقة التي لا مراء فيها أن أمر المسلمين ما استقام في الماضي ولا يستقيم في الحاضر ولن يستقيم في المستقبل إلا على أساس كلمتين: كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة، وأن يد الله مع الجماعة، وأن الوحدة بين المسلمين في عصرنا الحاضر أصبحت ضرورة حتمية يحتمها الواقع الذي نعيش فيه. نحن نعيش في عصر التكتلات ولا مكان فيه للأقليات، وكما قيل: المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه، ضعيف بمفرده قوي بجماعته، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، كما ورد في الحديث الصحيح. ومهما يكن من أمر فإنه لا يجوز للمسلمين أن يختلفوا، فالاختلاف يضر بالأكثرية فكيف بالأقلية؟ ثم لا ننسى أن اختلاف المسلمين في البلدان الإسلامية لا يضر إلا المسلمين، بينما اختلافهم في بلدان غير إسلامية يضر الإسلام قبل المسلمين، يشوه سمعة الإسلام. فالغربيون بصفة عامة والأوروبيون بصفة خاصة عندما يرون المسلمين متفرقين متخاصمين متنازعين في أعظم المناسبات الدينية في بداية شهر رمضان وفي نهايته يتساءلون فيقولون: لو كان دين الإسلام دين الوحدة لوحد أتباعه. وهذه هي الفتنة التي تحدث عنها القرآن الكريم في قوله تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. وللأسف الشديد أننا اعتدنا منذ سنوات أن تشتعل نار الحرب بين المسلمين مرتين في كل عام: حرب الهلال في بداية شهر رمضان ونهايته، وحرب مواقيت الصلاة فيما يعرف بالتوقيت الصيفي. والمصيبة العظمى هو أن تجد الخلاف بين المسلمين حتى في المسجد الواحد، بين الجماعة الواحدة، بل في البيت الواحد بين الزوج وزوجته، لدرجة أن الأولاد يحارون كل الحيرة، وخاصة في شهر رمضان مما كان عليه الحال في السنوات الماضية في بعض البيوت، حيث كان الآب له إمساكية خاصة به والأم لها إمساكية خاصة بها، فهل يتبع الأولاد إمساكية الأب أم إمساكية الأم؟ فأي التقويمين أحق بالاتباع وأيهما على صواب؟ إنها فتنة ما بعدها فتنة تؤدي إلى تمزيق الأسر المسلمة وتشريد الأطفال، وغالبا ما يؤدي هذا الخلاف إلى الطلاق والعياذ بالله. ولأن يجتمع المسلمون على قول مرجوح خير من أن يتفرقوا على قول راجح، ولأن يجتمع المسلمون على قول مرجوح خير من أن يتفرقوا على قول راجح. أما عن عدد التقاويم في أيام التوقيت الصيفي فحدث ولا حرج، فلكل جمعية تقويم خاص بها، بل لكل مسجد تقويم خاص به، لدرجة أنه يصل عدد التقاويم إلى أكثر من 10، والكل يدعي أنه على حق وغيره على الباطل. فالذي يمسك للصيام على درجة حسابية متأخرة المخالفون له يعتبرون صيامه باطلا، لأنه أمسك بعد دخول وقت الفجر الصادق بأكثر من ساعة. والذين يصلون صلاة الفجر على درجة أخرى متقدمة
المخالفون لهم يعتبرون صلاتهم باطلة لأنهم صلوا قبل دخول الوقت، ويدعون أن ذلك الوقت هو وقت الفجر الكاذب، فمن هو الصادق ومن هو الكاذب؟ وهذا واقع مؤلم جدا يعيشه المسلمون كل عام في كثير من البلدان الأوروبية. فما هو الحل إذن؟ الآمال الآن معلقة على ندوتكم هذه، وأرى أنها جاءت في وقتها وحينها، فنسأل الله العلي القدير أن يكلل أعمالها بالنجاح التام، وأن يسدد الخطى ويبارك في الجهود ويتقبل العمل ويستجيب الدعاء. وأنا في الحقيقة لا أسترسل في الكلام. من حسن حظنا أنه يحضر معنا اليوم عالم فلكي جليل وباحث مقتدر، وهو فضيلة الدكتور المهندس محمد شوكت عودة. فما يقدمه من خلال محاضراته هو المحرر المفيد والطري الجديد القائم على الدراسة والتحليل. بارك الله فيه وفي علمه ونفع به، وجعل خطواته هذه في ميزان حسناته يوم القيامة. وبارك الله في جميع الحاضرين والحاضرات وشكر سعيهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.